احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة لقاء تواصليا بين الإدارة والمقاولات من تنظيم نادي الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين والهيئة المغربية للمقاولة الصغرى، ويهدف إلى تحسيس الفاعلين في مجال التجارة الخارجية والنقل واللوجستيك بالمعايير والمحددات التي تعتمدها المصالح المتدخلة في مراقبة الحدود التي يجب توفرها في البضائع والسلع المستوردة أو الموجهة للتصدير. هذا اليوم معنا فيه الإدارات والمهنيين باش يتعرفوا أكثر على وسائل المراقبة في التجارة الخارجية، واليوم هذه فرصة باش تواكبهم الإدارة ويواكبهم النادي باش تسهل عليهم عملية يعني التصدير، وكل التساؤلات اللي عندهم او الصعوبات اليوم يناقشوها باش تكون واحد المغرب الحمد لله اليوم غادي في واحد الاتجاه ديال التصدير، تشجيع ديال التصدير. هنا هذه يعني بين سلسله ديال اللقاءات للمواكبه اللي كل واحد يزيد في يعني في الجوده ديالو باش يكون يتسهل عليه عمليه المراقبه ويكون متلائم معها ويلبي الوصفات او الصفات اللي تلزمها الادارات المغربيه بالنسبه للتصدير. وشدد المتدخلون على ضرورة نهوض المقاولات بقدراتها في المراقبة الذاتية لكي تساعد نفسها وتكسب امتياز ثقة الافتحاص الذاتي. كما تطرق ممثلو مقاولات صغيرة عن صعوبات تواجههم في ميناء طنجة المتوسط مع الموارد البشرية التي تشدد عليهم مساطر التعشير وتضع أمامهم قيودا تعجيزية عن نمو نشاطهم الاقتصادي. وكان اللقاء التواصلي عرف مداخلات وعروض ممثلي وزارة التجارة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية وإدارة الجمارك بورتنيت وخبراء متخصصين في التجارة الخارجية. لقاء تواصلي في إطار بين الإدارة والمقاول، اللقاء السابع. يندرج هذا اللقاء في إطار تعريف بالمساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المقاول لشرح طبعا مجموعة من المساطير والإجراءات اللي يمكن المقاول أنه يزيد يتعرف عليها ويزيد ربما يكون عن قرب عن الاطلاع أهم المستجدات القانونية التي كتعرفها المنظومة ديال القوانين في بلدنا.